مصر ونظام الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة الأستاذ أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين العربي والمصري، وهو معانا حاليا على الهواء. برحب بيك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك. يا اهلا أهلا وسهلا، وسهلا اسعد الله بيك. مساك بكل خير واستاذ سحر. كل سنة سعيد جدا ان وحضرتك اكون مع طيب. حضرتك في برنامجك الشيق والممتع أشكرك. دائما، وتحياتي لكل الساده المشاهدين والمتابعين على القناه الرابعه برنامج أشكرك مقدس. جدا، أشكرك جدا أستاذ أحمد سمير، ويا ريت تدينا تفاصيل عن هذه البطولة. اسمحي لي الاول ان انا ابدا كلامي مع حضرتك بقول مليون مبروك لمصر، طبعا. مبروك لبلدنا طبعا، والحمد لله رب العالمين. البطوله العربيه الاولى للمنتخبات للميني فوتبول، والتي توج فيها المنتخبون الوطني المصري بكاس البطوله، والتي اقيمت هنا في مصر. اهم شيء ان هو كل ضيوف مصر العرب اللي كانوا حاضرين اشقائنا، الحمد لله الناس كانت سعيده جدا بوجودهم في مصر، ودائما يؤكدون ان مصر بلد مضياف يرحب باشقائه اينما نزلوا واينما حلوا. بطوله ناجحه بكل المقاييس. اختتمت البطوله مساء 28 فبراير يوم الاربعاء الماضي بفوز المنتخب المصري للميني فوتبول كره القدم المصغره بالمركز الاول والميداليه الذهبيه، وتوج المنتخب الليبي بالمركز الثاني والميداليه الفضيه، وتوج المنتخب التونسي نسور قرطاج بالمركز الثالث بالميداليه البرونزيه. وجاء اللاعب ايوب العقروط الليبي هداف البطوله 4 اهداف، واحسن حارس في البطوله حسن صبري حارس مرمى منتخب الميني فوتبول. لكن طبعا احنا كلنا بنهدي هذا الفوز العظيم وهذه البطوله الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل، ونؤكد دائما ان دورنا كاتحاد مصر ان احنا دائما منذ اليوم الاول نعتلي منصات التتويج. الحمد لله رب العالمين. احنا في خلال 3 سنوات افتخر ان انا كاحد طيور مصر المهاجره العائد الى ارض الوطن بعد غياب 20 سنه وادخال هذه الرياضه الجديده الى بلدي، ان احنا في 3 سنوات الحمد لله احنا بطل افريقيا في نيجيريا، بطل العرب في البطوله العربيه في مصر، رابع العالم على المنتخبات مصر لسيادة ترتيبنا الرابع على العالم في كاس العالم الاخيره، رابع العالم شباب تحت 23 سنه، اخر تصنيف اتحاد دولي احنا التاسع على العالم، 4 مواسم متتاليه دوري ممتاز رجال، 4 مواسم متتاليه دوري ممتاز سيدات، 4 بطولات كاس مصر، 3 مواسم متتاليه ناشئين تحت 17، ناشئين تحت 15، براعم تحت 13 و11 9 سنوات، كل ذلك في 3 سنوات بما لم يتحقق من قبل في اي اتحاد جديد في تاريخ مصر. دي المجموعه بتاعتنا كلها، فبنقول لهم مبروك ليكم ومبروك لبلدنا. الحمد لله عملنا شغل ليل ونهار، وهدفي كرئيس اتحاد عربي ان احنا نبني منظومه رياضيه، وكرئيس اتحاد مصر ان احنا نبني منظومه رياضيه على المستوى العربي والمستوى المحلي. وكل التحيه ايضا لكبير العائله الرياضيه المصريه اخي الكبير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الحمد لله اكتملت اركان النجاح كلها. انا فخور جدا ان انا بنيت منظومه محترمه في بلدي. كل الشكر ايضا لكل من ساهم من اجل نجاح هذه البطوله من كل العاملين بالاتحاد المصري من فوتبول ولجانه وفروعه، رئيس لجنه المسابقات كابتن محمد الخضري، رئيس لجنه الحكام الرئيسيه كابتن احمد الشناوي، وكل الزملاء في الاتحاد المصري وكل فروعنا في المناطق. بنينا منظومه محترمه من اسكندريه وحتى حلايب وشلاتين، نفتخر بمنظومه محترمه ايضا. لا ننسى الشكر الى زملائي في الاتحاد العربي السيد احمد دنش رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني، السيد محمد بن عبد الله رئيس الاتحاد التونسي، السيد مفتاح عنيبه رئيس الاتحاد الليبي، السيد بلال يزدق نائب اول رئيس الاتحاد العربي، كل زملائي في الاتحاد العربي من النيل للفرات ومن الخليج المحيط. هي دي مصر الكبيره المضيافه اللي بيجتمع فيها الاشقاء العرب بكل ترحاب، وفي الاخر بيظلوا عاشقين لمصر. هم الف 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 كانوا مبروك. زعلانين. الف مبروك استاذ احمد سمير، بشكرك جدا رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول كره القدم المصغره. شكرا ليكم، الف الف مبروك لمنتخبنا والتتويج بهذه البطوله العربيه اللي اقيمت بالقاهره.